السلام عليكم ورحمة الله، ولنا في القصص حكايات وحكايات. إيمان الباز معاكم. قصتنا النهاردة قصة بنت من بلد عربية، وكان لها علاقة بواحد برضه من بلد عربية برضه تانية، بلد شقيق. فقعدوا 3 سنين كانوا بيحبوا بعض جدًا، واتفقوا على الزواج. المهم اتفقوا في يوم إن هي هتيجي له في البلد اللي هو فيها، اللي هو شغال فيها، عشان هيتجوزوا. فاتفقوا خلاص وكلم أهلها واتفقوا كل حاجة. البنت المسكينة جت طبعًا في البلد اللي هو قال لها عليها، وراحت بقى قعدت أجرت سكن وقعدت عشان تستناه عشان ييجوا يشوفوا هيعملوا إيه والكلام ده. تستنى، تستنى، تستنى ما لقتوش جه، فترة طويلة ما يكلمهاش. وبعدين بعد فترة من الوقت قال لها إن عندي مشكلة جدًا، عندي مشكلة وحصل لي موضوع مع ناس رجال أعمال، وحصل مشاكل وممكن أتحبس فيها وممكن، فمش هينفع آجي لِك خالص الوقتي خالص. وهي طبعًا ما تعرفش أي حد ولا أول مرّة تيجي البلد دي، لسه أول مرّة تسيب بلدها وتيجي. وهو كان متّفق معاهم يعني هيعملوا الإجراءات الزواج دي في السفارة، والحاجات دي كلّها هيخلّصوها. فطبعًا هي مش عارفة تعمل إيه، ومامتها كانت مريضة بالقلب. طبعًا مش قادرة تقول لمامتها حاجة زي ديًّا، فقالت نشوف الأول الحكاية هيحصل فيها إيه، عشان مش قادرة تقول لمامتها أي حاجة، لإن مامتها فرحانة والفرح الكتير غلط على القلب، والزعل الكتير غلط على القلب. فأشفقت على مامتها، ما رضتش تحكي لها حاجة، وقالت لها بس شوية ظروف كده وهاطمنِك. تيجي تتصل بيه بعد كده ما يردش، ما يردش، ما يردش. دخلت في حالة انهيار عصبي جامدة، وكانت خلاص يعني كانت عندها حالة نفسية صعبة، ودخلت في اكتئاب جامد. لولا أصدقائها اللي معاها في السكن من كل بلادنا العربية، بقوا في كام حد كده معاها والحمد لله عدّت من الأزمة الحمد لله. فقلبها كده قال لها إن في حاجة كده مش مضبوطة، إحساسها. فحاولت تتصل بالرقم كده بتاع الولد ده، اتصلت بيه طلع في نفس البلد اللي هي فيها، وكل ده كان كذب، 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 كذب. قعد بس شهر البنت في عذاب منهارة، وما تعرفش هي هتعمل إيه وهتشتغل إزاي، هتاكل منين، ده منين، ده منين. لولا كان معاها يعني مبلغ من المال. فالمهم جابت واحدة صاحبتها تكلمه على أساس إيه، إن دي ما تعرفوش يعني. فكلمها من نفس البلد، طلع في نفس البلد وشغال وكل حاجة. فالمهم ده خدت هي منها التليفون وقامت مكلماه هي، طب ليه عملتِ كده؟ وقعدت انهارت قدامه وكلمته ليه تعمل فيّا كده، وليه تخلّيني آجي من بلدي، وليه تتكلم مع أهلي وصدقناك ووثقنا فيك. قعد يكذب بأعذار تانية، وقال لها أعذار تانية طبعًا، و ب بحنكة برضه منه تاني، وقال لها نتقابل ونتكلم وأفهمِك إيه اللي حصل. فالمهم صعب عليها برضه عشان هي بتحبه جدًا ولسه برضه بتثق فيه للأسف. المهم لبست أحلى حاجة عندها وراحت عشان تقابله. قعدوا يتكلموا في حاجات ونسيوا الحاجات المهمة طبعًا، ليه سابها وليه، 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 وليه. قال لها بعد الكلام مش مقنع جدًا، بس هي عشان بتحبه حاولت تصدّق، أو حاولت تصدّق الكدب تاني. بقوا يخرجوا بقى برضه تاني، وعايزين بقى يجهّزوا بيتهم تاني وده تاني، ودخّلها في كذبة تانية كبيرة برضه، و وصدّقته برضه للأسف تاني. وبعد ما جهّزت كل حاجة واتفقت على الحاجات اللي هتشتريها وكل حاجة، وطبعًا بقى يخرج معاها ويروحوا هنا ويروحوا هنا ويروحوا هنا، وهي طبعًا واثقة فيه. وده طبعًا غلط، غلط طبعًا. ده إنذار لكل بنت ما تثقش في حد، مهمًا كان ما تثقش الثقة الجامدة دي. تحاول تبقى عندها حرص على نفسها، وما تثقش في أي حد، زي قصتنا بتاعتنا النهارده دي، بتاعة بنتنا منال. فالمهم ده مش اسمها الحقيقي طبعًا. فالمهم
صدّقت برضه ورجعت برضه تحضّر فأصدقائها وأقرب الناس قالوا لها: "ده بيكدب عليكِ ما تصدّقيهوش." فبقت كل ده إن هي عشان خايفة على مامتها، عايزة تتقرّب منّه و و وتتجوّز بأي طريقة عشان مامتها قاعدة مستنية الخبر، وخايفة على مامتها، خايفة على مامتها إن هي تتصدم من حاجة زي دي، فبقت تدادي فيه وتحاول تتقرّب منّه وتحاول تخلّص موضوع الزواج والحاجات دي. بعد فترة من الفترات الخروج وعلّقها بيه أكتر وأكتر، بس هي خلاص اتكسرت في الأول كسرة كبيرة لإنّها كانت بتحبه جدًا، 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 3 سنين بتحبه وهو خدعها خداع كبير. آآ قال لها آخر مرّة اتصل بيها قال لها: "مش هينفع نتجوّز عشان أنا هاتجوّز بنت عمي." يعني برضه رجع طعنها من أول وجديد. اضطرت البنت المسكينة بقى تقول لمامتها بالتدريج، تقول لمامتها بالتدريج على الحكاية عشان خايفة على مامتها. وللأسف مامتها زعلت جدًا وتعبت، ودخلت في مرحلة صعبة من حالتها الصحية تعبت جدًا واتدهورت، ولها أخت ماتت في حادثة برضه، وأختها التانية كانت مريضة مرضت أكتر لإن أختهم دي اتغرّبت عنّهم وفكّروا إن هي تتجوّز ويفرحوا بيها، زي ما كان كل الاتفاق موجود بينهم كلّهم مع بعض، وده بنرجع نقول ده إنذار لأي حد، ما حدّش يثق في حد مهمًا كان سنتين، 3، 5 ما ينفعش برضه. مش عارفة إيه اللي جرى في الدنيا، إيه اللي جرى للناس، ليه الناس اتغيّرت، ليه الناس بتعمل كده، وليه الشباب بيعملوا كده، وليه البنات برضه في بنات بتغدر برضه ليه كده؟ ربنا يكفينا شر الغدر وشر وشر الأوهام والكدب، وكلنا نبقى نتعلم نكون صادقين، لإن نكون صادقين وربنا يحب الصدق، لازم كلنا نكون صادقين مع بعض. ونقول ربنا يهدي البنات ويهدي الشباب والحكاية دي ما تتكررش تاني يا رب، وبناتنا يكونوا واعيين، وشبابنا برضه يكونوا واعيين، ربنا يبعد عنهم كل ابتلاءات وكل حاجة مش حلوة. أرجع أطمنكم عليها برضه هي دلوقتي لسه برضه في نفس البلد، القصة دي حقيقية، هي في نفس البلد اللي هي راحت فيها، مش قادرة ترجع بلدها من كتر اللي حصل لها، طبعًا إن حبيبها غدر بيها، أختها في البلد بتاعتها أختها ماتت في حادثة، مامتها تعبانة تعب خطير. ومش قادرة إن هي تروح من كتر الصدمات اللي هي واخداها لوحدها في بلد الغُربة، ومش عارفة تشتغل، ولسه لغاية دلوقتي بتدوّر على شغل، بس تُقف على رجليها الأول، لإنها تعبانة جدًا، جدًا، ولسه لغاية دلوقتي بتقاسي، بتقاسي. أرجو منكم إنكم تدعوا لها إن ربنا يوفقها ويساعدها، ويسعد بناتنا وشبابنا، والقصة ديًّا تبقى حاجة لينا نخلّي بالنا، تبقى تبقى دي جرس لنا، جرس إنذار لنا ولبناتنا، ولازم أرجو من كل أم يعني تتقرّب من بنتها، تحاول إن تاخد بنتها في حضنها، وكل أسرار بنتها تبقى عارفاها عشان البنات ما تغلطش، ما فيش بنات بتغلط ولا حاجة، بس نحميهم من أي حاجة يعملوها غصبٍ عنّهم، إحنا بناتنا كلّهم متربيين. لازم كل أم تتقرّب من بنتها، وكل بنت ما تخافش من أمها وتحكي لها كل حاجة، عشان تحمي نفسها من أي خطر، يا رب ده يكون موجود دايمًا، وولادنا برضه الأطفال نحتضنهم، كل أم تحتضن ولادها الصغيرين والكبار، وما يبقاش في إلا الحب، لإن الحب هو اللي بيبني، الحب هو اللي بيعمّر، ويا رب كلنا يبقى في حب بيننا، وما يبقاش في تنمر، ما نتنمرش على بعض، ونخاف على بعض، ونحب بعض. ولنا في كل مواضيع حكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.